السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحابي وصحباتي وكل اللي معايا على القناة، وحشتوني جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم يعني سنة جديدة يا رب حلوة عليكم وعلينا وعلى كل الشعب المصري و... والإخوة الأقباط يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين ويتعدى عليكم الأيام يا رب يا رب يا رب، وتبقوا سعداء كده كل سنة. عاملين ايه حبايبي؟ وحشتوني جامد جامد جامد. فيديو النهاردة بقى معلش، هو يعتبر سنة بحالها، من امبارح للنهاردة. هقول لكم انا عملت ايه بالظبط وايه اللي حصل من امبارح للنهاردة، من اول امبارح يعني دي تجميعة لبعض الاكلات اللي عملتها الايام اللي فاتت دي. طبعا انتوا عارفين ان ده الارنب اللي كانت حماتي جايبهولي، بمسي عليها طبعا وبقول لها كل سنة وانتي طيبة من خلال الفيديو هنا، وسنة سعيدة يا رب علينا وعليكم وعلى كل الناس. الارنب ده يا جماعة ماشي، انا هقول لكم بقى انا عملته بطريقة ازاي. جبت بصلاية عليها كل التوابل بتاعتي، كل التوابل اللي عندك في البيت حطيها، وحطيت عليها معلقة ليمون ومعلقتين ملح، معلقة ملح صغيرة يعني. وطبعا زي ما انتوا شايفين اهو انا بتبلها. هو الارنب طبعا غسلته جامد وحلو جدا جدا، وبتبلها زي ما انتوا شايفين عشان تشرب من التتبيلة، عشان الارنب يشرب من التتبيلة كله. طبعا بعد ما هعمله كله هكون محضرة المية على النار بتغلي، وهنزله واسقطه بالبصلة اللي هي بالتتبيلة وبكل حاجته كده اهو. وهسيبه، هو ما بياخدش سوا كتير، هسيبه يعني تقريبا بتاع تلت ساعة وتهدي خالص خالص خالص. ست كبيرة يعني اتعلمت منها، قالت لي على قد ما عايزة تسوي الحاجة حلو، على قد ما تهدي عليها خالص خالص. الحاجة لما بتستوي بمزاج وبالراحة كده بتبقى حلوة. طبعا انا تبلت عقبال ما المية غليت اهوت زي ما انتوا شايفين، نزلت عليها بقية التتبيلة كلها وحطيت بقى، قطعت طماطمية يا جماعة هسقطها برضو في المية، وحضرت حلالي بقى وكل حاجة. وزي ما انا قلت لكم ادردش معاكم في موضوع بقى عقبال ما ايه انتوا شايفين الخطوات قدامكم. ايه رأيكم يا جماعة؟ ماشي يعني ايه السنة دي؟ ايه الاحلام اللي نفسكم فيها؟ نفسكم تعملوا ايه السنة دي مختلف ما عملتوش السنة اللي فاتت؟ كل واحد طبعا بيبقى ليه طموح وليه امنيات وليه حاجات نفسه يعملها، بتتجدد معانا كل سنة عن السنة اللي قبليها. يعني انا طموحي مثلا السنة دي غير السنة اللي فاتت، غير السنة اللي قبليها، غير السنة اللي قبليها. كل ما الواحد بيعدي عليه سنة والله يا جماعة بتختلف، أو حياة ربنا بتختلف. بس يا رب يا رب يتحقق كل اللي بنتمناه يا رب. طيب الأرنب اهو انا نزلته بالتتبيلة بتاعته كلها. انا مش هسيبه كتير، هشوحه حبة صغننين خالص خالص. وهنبتدي طبعا انا بسخن المية على الكتل، وهنبتدي هننزل عليه المية. وبعد ما هننزل عليه المية هو طبعا فيه توابله وفيه كل حاجة، فمش هحط عليه اي حاجة. هغطي طبعا الحلة وهسيبه بقى على الهادي خالص خالص خالص. قبل ما نكمل الفيديو ادعوكم للاشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني، يوميات كف القمر، واعملوا لي بقى متابعة في كل الاماكن يا جماعة اللي انتوا عارفينها. انا ليا صفح في كل الاماكن، مش عايزة طبعا ايه، مش عايزاكم تنسوني في اي حتة. دوسي على الاشتراك وتفعيل الجرس اهم حاجة عشان يوصلك كل جديد، وانزلي تحت اعملي لايك بعد اذنك يعني. بس انا قطعت طماطمايه بعد ما حطيت كل ده وشلت منها القشر وسبتها، وقمت مغطيه
وسبتها بقى مع نفسها خالص خالص خالص. الأكلة دي طبعا كلنا عارفين، الشعب المصري كله عارفين ان الأرانب اسمها بيرتبط بالملوخية، مما لا شك فيه يعني ان كل اللي بيعمل أرانب الملوخية بتاعته يعني لازم يتعمل بيها الملوخية. طب الملوخية عشان تبقى حلوة سمعت زمان ان قالوا لي حاجتين اتنين بس يتحط عليها: شوية كربوناتو ويتحطوا في الملوخية، والكزبرة مع التقلية بتاعت التوم. ادي الطماطمية يا جماعة اللي بشرتها هننزل بيها. على فكرة الشوربة الحمرا دي مش اي حد يعرفها. عندنا في اول ما عرفتها عندنا في البلد، من بلدنا. وعلى فكرة طعمها حلو قوي قوي، جميلة جدا والله العظيم. وفي ناس كتير بصراحة يعني لازم يحطوا معلقتين طماطم كده في قلب الصلصة، تبقى اسمها شوربة حمراء، بتبقى جميلة جدا يعني. وانا من الناس فعلا والله اللي بحبها. الحمد لله الحمد لله، بنحب كل الاكل، ما بنقولش لا على اي حاجة. طيب هنسيبها بقى كده ونغطيها وسايبها على الهادي زي ما قلت لكم. هبقى رايحة جاية عليها اهو، بشوف ايه الاخبار. لسه طبعا ما استويش قوي، بس خلاص بقى هنبتدي اهوت هيطلع في السوا. انا مش عايزاه مهري قوي، ماشي، مش عايزاه مهري قوي. هبتدي اطلعه لاني انا هوريكم هنعمل فيه ايه تاني. والله العظيم الطريقه دي لو عملتوها فعلا في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. هتاكلوا ايديكم وراها وصوابعكم وكل حاجه يعني وشعركم وودانكم كله. شايفين الشوربه حمرا ازاي؟ شوربه يعني، عايزه اقول لكم والله كانت جميله جميله. عايزه اقول لكم انا شربت منها كده من قبل ما اعمل الملوخيه، حلوه جدا. طب لسه اللي مكمل معايا الفيديو يا جماعه ادعوكم للاشتراك للقناه، وهقول لكم تاني يوميات كف القمر. عايزه لايكات كتير 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 كتير. طبعا طلعته اهوت، سبته لما يبرد خالص عشان مش عارفه امسكه طبعا لما يبرد. وهكون محضره بقى الخلطه السحريه بتاعتي. مش اي حد يعرف الخلطه السحريه دي، خلطه محدش بيعملها غيري. في ناس كتير بصراحه يعني بتعملها، بس يعني الحمد لله الحمد لله، ثقه في الله، ثقه في الله نجاح. بعملها بطريقه حلوه قوي وفعلا بديها حقها. طب الخلطه دي عباره عن ايه؟ بصلايه مفرومه مبشوره، يعني يعتبر ايه، مبشوره خالص، وطماطمتين. هنقول تاني: بصلايه مبشوره وطماطمتين وربع معلقه بس ثوم، ربع معلقه يعني فصين او فص واحد كمان. توابلك بقى كلها، كل البهارات اللي عندك، كل البهارات اللي عندك. وواحده مرقه دجاج، معلقه زيت، معلقه سمنه. حلو الكلام. وشويه طبعا ايه الملح وليمونه معصوره. حلو الكلام. وقلب قلب قلب كله على بعضه، هتطلع لنا الخلطه العسل اللي قدامنا دي. طب هنعمل ايه في الخلطه دي؟ تنسوش ان انا قلت زيت وسمنه يا جماعه. هنعمل بيها ايه بقى؟ هناخد حته من الارنب، ايوه زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، وهندعك بيها التتبيله من اولها لاخرها. محضره طبعا صينيه بايركس، هدهن من تحت خالص. والله العظيم التتبيله دي طعمها خرافه خرافه خرافه. عايزه اقول لكم العيال عندي بعد ما بناكل كده يقعدوا بالعيش بقى، طول ما احنا قاعدين بالعيش بالعيش. ويا سلام لو قرن فلفل حراق بقى، بس انا بصراحه ما بحطش فلفل حراق عشان متأيده. والله يا جماعه متأيده، العيال عندي مأيديني في الحراق ده.
الصغيرين بقى بصراحة يعني. بس الحمد لله الحمد لله. هنبتدي بقى. على فكرة انا غاسلة ايديا يعني، وبحب اشتغل كل حاجة بايديا. سيبكوا بقى من الجوانتي ومش عارفة وفرشة ايه والكلام اللي ما بياكلش عيش ده، لا. الحمد لله بدم ست البيت ايديها طبعا واقفة في المطبخ، قاعد بص تلاقي ايديها دايما تحت الحنفية، كل حاجة بتعملها بتروح تغسل ايديها. الليمونة طبعا بتخليها بتدي للأكل مزازة ما بقولكوش، حاجة كده يعني. طبعا انتوا شايفينها دلوقتي، بس لما تطلع من الفرن بقى هتبقى حاجة بقى تانية خالص خالص بصراحة يعني. حاجة يعني مش قادرة اقول لكم. طبعا دهنتها كلها ورصيتها في البايركس. كده المفروض بقى انا بحضر الفرن الكهربائي بتاعي يا جماعة. يعني عشقي ما اقدرش يعني افوت كده كام اكله ورا بعض الا لما لازم ايه استخدمه يعني، ما اقدرش اسيبه يعني. حضرت الفرن بتاعي وعملته بقى على 200 درجه. عليته طبعا عشان خاطر ايه؟ يسخن. هي تاخد لها في الفرن من 10 دقايق لربع ساعه، نقول ربع ساعه، قبل ما تشرب التتبيله دي وتحمر كلها. هي ربع ساعه بس ان شاء الله يعني بمشيئه ربنا. يلا يا جماعه اللي لسه ما عملش لايك بالله عليك، بالله عليك يا عسل يا عسل، والنبي لا تنزلي تعملي لايك. انزلي اعملي لايك كده، عشان ان شاء الله في الفيديو ده معايا مفاجآت كتير كتير كتير، ومعايا اكلات كتير هتعجبكم جدا، وهوريكم ازاي احتفلت بليلة رأس السنة وحاجات كتير. المفروض كده انا خلاص خلصت كله. بنزل بشوية تتبيلة على الوش اهو. حضرت فرني، شغلت الشواية، وتحت الفرن ذات نفسه. الاتنين بقى لما ياخدوا ويدوا مع بعض هتبصوا تلاقوا ايه بقى. فتحت فرني ودخلت صينيتي، وبقول لها باي باي، اشوفك بعد ربع ساعة ان شاء الله. طيب اروح اشوف بقى بقية اكلي واعمل بقى بقية الاكل وعقبال لما ايه هي تخلص. شايفين لسه طبعا خالص يعني. طيب ودي الملوخية يا جماعة، زي ما قلت لكم حطيت شوية كربوناتو وقلب. طبعا هي بتبيض شويه كده لحد ما بتقعدي تقلبي كده كذا تقليبه، وبترجع الى مسواها الطبيعي. عودي يا نيرمانجيتو، عودي الى مسواكي. يلا هنقلب وطشه العسل بتاعتنا، الطمايه نحطها على النار. انا ما صوتش ولا حاجه يا جماعه والله، يعني هي الجيران كده على طول بتسمع صوتي، فاهمه؟ هي ما كانتش هتفرق معاهم كتير، بس الحمد لله يعني قلت يعني ايه احافظ على كرامتي بقى المره دي وما صوتش يعني وخلاص. طبعا عملت شويه رز مع الاكله العسل المسكره دي، والتقليه بتاعت الثوم. ماشي، حطيت عليها طبعا كزبره تحلى شلب كده وقرن فلفل ودق دق 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 وريحه وطعم ومش عارفه اقول لكم ايه، كل حاجه يعني. اهو انتوا شايفين اهو. ملوخيه بقى، احلى ملوخيه باحلى شوربه. ولا الشيف حسن. شفتوا بعمل الطاسه ازاي، ولا كاني الشيف حسن. اوبا.
ما اقدرش اقول لكم على الريحه بقى يا جماعه، ما اقدرش اقول لكم على الريحه. يعني المفروض انتوا شمينها من وانا بكلمكم في نفس ذات الوقت. طب والنبي لايك، وحياة النبي لايك، يعني ما استاهلش لايك، والله العظيم ما استاهلش لايك. طبعا لازم ناخد شويه الحبشتكنات اللي نسيناها في الطاسه دي. شفت الشيخ حسن، والله الشيف حسن بالظبط. تعليق حلو كده يا جماعه، تعليق حلو والنبي يا عسله. طبعا بعمل شويه الرز، وطبعا التانية في على النار. هي طبعا الملوخية ما خدتش مني 5 دقايق. عقبال لما بعمل الرز بالشعرية طبعا. في ناس بتحب الملوخية برز أبيض. بصوا بقى، بصوا بقى الطعامة بقى والحلاوة والشقاوة بص، بصوا، ما اقولكوش والله العظيم كلنا صوابعنا وراه. والتتبيلة والحدوق بتاعتها بقى كانت جميلة، جميلة جدا، لدرجة ان اللي تحت في القعر ده، بص بقينا ناكله بالعيش كده، او نحطه على الرز. حاجة مهولة مهولة. جربوا الطريقة دي والله العظيم تعجبكم جدا جدا جدا. كمان لايك بقى والنبي، كمان لايك. كمان لايك لأحلى أكل. ده تربية بيتي يا جماعة. حماتي بتربي الحاجات دي عندها في البيت عندها على السطح. اه والله العظيم. والملوخية العسل بتاعتنا، وشوية الرز طبعا اللي بشعرية، وألف هنا وشفا بقى. وحركاته وتكاته. التكات عندنا والله، التكات عندنا، بس فرصة يعني، عايزين فرصة. ده الأكل اللي هو من يومين، أنا عملته من يومين. امبارح بقى كان راس السنة، والناس كلها متجمعة طوابير في الشارع. الشعب المصري كله أقسم بالله في الشارع. زعلت على نفسي أوي إن أنا منزلتش ولا خرجت، بس نزلت والله العظيم، بس ما نزلتش خرجت يا جماعة. أعمل إيه يعني؟ عندي كبت. ما بقى. كنت الأول بشتغل يا جماعة على فكرة، بس بقالي فترة كبيرة قاعدة في البيت، بقالي سنة. فالملل عايزة أقول لكم يعني بقى، الملل رخم رخم رخم. كنت الأول بشتغل، مش بشتغل يعني مش بروح شغل وكده. كنت فاتحة جروب بصراحة، وكنت عاملة شوية شغل كده، يعني ببيع حاجات أونلاين. بس الحمد لله الحمد لله. قفلنا بقى يعني. في ناس كتير بتطلب حاجات، وعقبال لما تروح لها تغير، وانا ما كانش معايا حد بصراحة يوصل يعني. فالفكرة قفلتني. طبعا كلنا وألف هنا وشفا. تعالوا بقى. نزلت اتمشيت امبارح، كانت راس السنة، والناس كلها بقى عمالة بقى، مش قادرة اقول لكم بقى، الناس كلها في الشارع والله العظيم وحياة ربنا. وانا نزلت كده ايه بس بالليل خالص، رحت وديت بنتي الدرس، وقلت خلاص الساعة اللي هي بتاخد فيها درس دي اتمشى اجيب طلباتي وارجع ايه اخدها تاني. اتمشيت لحد ما وصلت ايه لواحد آه بيبيع عندنا ايه كرومب. الناس كلها بتحتفل بالكريسماس، وانا بحتفل رايحة يعني بجيب كرومب. بسم الله ما شاء الله عليا يعني. المهم الراجل اول ما شافني قال لي ها بتحتفليش بالكريسماس لا؟ قلت له لا يا عم انت، احنا مش بتوع الكلام ده. كل بدعة ضلال. وكل ضلالة في النار. المهم الراجل قعد يضحك. قلت له بكام؟ نقيت منه كرومبتين حلوين كده، قلت له بكام الكرومبتين الحلوين دولت؟
لقيته بقى ايه بيستغل بقى ان الايه الناس هايصه ولايصه في الشارع، ومفكرني واحده من الخواجات اللي ماشيه. اما ايه اللي الاتنين ب35؟ قلت له بس صلي على النبي يا عم انت، ايه اللي ب35 جنيه؟ قال لي عليها الصلاة والسلام خير. قلت له قول كلمة تانية. قال لي لا هم اخرهم كده، الحاجة غالية والدنيا مولعة. وقعد ايه قلب لي صعيدي، وقلب لي سوهاجي، وقلب لي ايه منياوي. قلت له بقول لك ايه، هننجز في الحوار ده ولا همشي واسيبك ولا ايه؟ لقيته بيقول لي انت منين؟ قلت له منين ايه؟ من هنا، من قدام شويه كده بعد يجيب كام شارع. لا ما قصدتش. قلت له امال تقصد ايه؟ انت منين اصلك؟ قلت له انا مولوده هنا والله. قال لي كل واحد ليه اصل، ابوك منين؟ قلت له احنا من كفر الشيخ. اما ايه اللي كفر الشيخ يا خبر؟ بصوا لقيته بيولول واقسم بالله العظيم، يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو. قلت له في ايه يا عم انت، في ايه؟ قال لي كفر الشيخ، انتوا كفرتوا الشيخ، انتوا اللي كفرتوا الشيخ، تصلوا ورايا كفرة 30 سنة وفي الاخر تقولوا له انت مسلم ولا مسيحي؟ قلت له والله ده انت بتقلش اهو. قلت له طيب احنا كفرنا الشيخ بقى، يعني مش هكفرك بقى وانت واقف، استغفر الله العظيم يا رب. انجز وقت اخرك في الكرومبتين دولت و ولا 35 ولا. قال لي خلاص 33. قلت له انا بشحت منك ولا ايه يا عم انت؟ هي في ايه؟ صلي على النبي كده في قلبك. انا مش هخلص منك، انا عارف بتوع كفر الشيخ دول عاملين ازاي. قلت له انجز عشان اخد منك الطماطم واخد منك بقية الحاجة، عشان انا ايه بصراحة مش عايزة رغي كتير، انجز. قام قايل لي طيب هقول لك يا ستي 30. قلت له 30 حطهم في شنطة، يلا قطع قطع قطع. وقام منضفهم لي كده من الورق طبعا المقطع اللي فيهم، وقام راح ايه حاطط لي حطيتهم لي في شنطة. خدت منه بقى ايه، قمت مطلعه له 25 جنيه. والمصحف ما ينفع. قلت له والمصحف هينفع، هسيبهم لك بعد ما كده وهمشي، انجز قال لي انا عارف مش هخلص منكم بتوع كفر الشيخ. قلت له بس كده شاطر، افتكرني بقى، شايف الخلقة دي افتكرني. قال لي ما انتوا لما تفصلوش ما تبقوش انتوا. خدت منه الحاجة طبعا، خدت طماطم طبعا، الحاجة هتيجي دلوقتي اللي انا اشتريتها منه. خدت منه طماطم، وخدت منه عايزه اقول لكم خدت منه فلفل الوان. بصراحه اداني الفلفل الالوان ب20، واداني الطماطم ب5 جنيه. والله كانت جميله قوي قوي قوي، بصراحه كانت حلوه يعني تحفه. وخدتهم منه بقى، وقمت رايحه ايه مطلعه على البيت، والناس بقى بتحتفل بالكريسماس، وانا ايه عمال اشتري في كرومبو. والله العظيم يا جماعه وحياة ربنا عمال اشتري في كرومبو، كرومبو وقوطة وشيل كرومبو وشيل قوطة. يلا الحمد لله الحمد لله. شايفين يا خلاصي يا خلاصي على الطعم والريحة والشكل واللون والحركات والتكات. حاجة طعام اخر طعام يا جماعة. سامعين يا جماعة؟ الراجل ده كل يوم بيجي يعدي من عندنا بيبيع بليل يا جماعة، سامعينه؟ كل يوم بيجي بالليل في نفس الوقت ده، الساعة 1 بالليل. أنا بعمل الفيديو الساعة 1 بالليل. عايزة أقول لكم والله 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 كل يوم يجي يغني بالليل كده، بيعمل بديلة حط عليها ساعات هو ساعات بسبوسة ساعات كده يعني مكسرات.
زي ما انتوا عايزين يعني، فيش ادنى مشكله معانا. بس المهم خدت الحاجه من الراجل وروحت. شايفين الورك يا جماعه؟ شايفين؟ عندي طبعا الاتنين الصغيرين بيتخانقوا على الوراك ما لهمش دعوه، الدنيا تروح وتيجي، وهم لازم ايه، احنا بنحب الوراك شويه عن الصدور. بس في الارنب بصراحه يعني كلنا كلنا الصدور، حتى طعمها جميل قوي قوي قوي. واللي عايز يجيبها كمان يروح من سوق التلات، الناس اللي هي قريبة مني سوق التلات الناس بتيجي بصراحة بتجيب. بس بصراحة ده حاجة تربية بيتي يعني، حاجة جميلة. انا قاعدة بقى ايه بسمع الراجل بتاع البليلة. اه والله العظيم. ساعات كده الاقيه بصراحة، لما بعد كام يوم كده الاولاد بقى يسمعوه، احنا عايزين ننزل نشتري منه بليلة، اقول لهم مفيش عايز دين. الراجل ده بيلف، بصوا في ناس في الهرم كتير عارفينه، الناس اللي قريبة مني ومن الهرم عارفين، بيلف في كل الشوارع، بيلف في شارع العريش وشارع الضياء وفي كل المناطق اللي هي ايه، عز الدين عمر والحتت دي والعروبة، وعند خاتم المرسلين، خش في كل الشوارع يعني. بس بصراحة يعني عشان احنا اصلا لسه واكلين بقى حاجات حلوة، قافلين يعني، مش عايزين بصراحة. جبت المحشي بقى بتاعي يا جماعة بالليل، وما عملتوش طبعا بالليل. قعدت بقى ليلة رأس السنة اهو، طلع بعد ما طلعت بفتح التلفزيون، لقيت لك سي محمد رمضان الشاب الصايع الجميل ده، وقاعد عمال يدش ويتكلم كلام. ايه اللي بيبني انت وهو يعني، ربنا يرضى عليكم النبي، ما ناقصه، هي مرارة واحدة واتفقعت، والله ما في تاني. انا مش ناقصة يعني يقعد يسرح بينا ولا كأننا يعني عربية فول حريتشي. وست منى الشاذلي قاعدة عمالة ايه، تدش اي كلام في اي كلام، اي كلام فاضي ما اقول ايه. وجايبه مستضيفه عياله، يعني احنا خلصنا منه، جايب عياله دي انا ما اعرفش. هل يعني يا محمد يا رمضان، هم عيالك والنبي هيفيدونا في حاجه في الدوله ولا في البلد؟ جايباهم ليه يعني؟ اتضايقت كده واتخنقت منها ومن اسلوبها وكان نفسي اجيب لها طبله واديها لها كده عشان تقعد تطبل ايه طول ما هي قاعده تطبل بقى. وكنت عايزه اجيب مساعدين ليها، يعني شويه مزامير بقى على شويه صاجات كده يعني. تموت في التطبيل منى دي. السنه اللي فاتت قهرتنا، جايبه لنا العوضي وياسمين. بس بصراحه ياسمين انا بعشقها، انسانه محترمه وانسانه جميله وبعشقها في كل حاجه بصراحه بصراحه. والعوضي برضو شخصيه محترمه، الا اذا يعني ما كانش هيقعد مع ياسمين كل ده. وجبت لي طبق البسبوسه وكنافه وجاتو، وقعدنا ناكل بقى. كنت جايبه لهم كنافه وانا طالعه، مش عاملاها في البيت دي بصراحه، انا جايباها. وجبت لهم جاتو، وقعدنا بقى ناكل ولب بقى وزداني وبصوا كله كله. وحرنكش يا جماعه، حرنكش هتشوفوه دلوقتي في اخر الفيديو. وقعدنا بقى ناكل ونظبط الزباشيت. وقعدت بقى اتخنقت شويه عشان مفيش ولا خروج ولا مروح ولا مجاي، ونمت. صحيت من تاني يوم الصبح
الى المحشي، الى المحشي اللي هو يومنا هذا يا جماعه، اللي هو النهارده today، اليوم اللي احنا قاعدين فيه ده. قمت بقى ظبطت المحشي بتاعي. طبعا انا مش هشرح التسبيكه، ومش هشرح، انتوا هتشوفوها كده قدامكم. بس انا عملتها كذا مره، والمفروض ان انتوا يعني ايه عارفين طريقتي خلاص في المحشي. اسبك البصلايه ني في ني، مش ني في ني نية خالص، لا بشوحها كده كتير شويه يعني. وانزل بالطماطم بقى بتاعتي، وانزل بالتوابل بتاعتي بقى في الاخر خالص. طبعا انتوا هتشوفوا كل ده عملي قدامكم. وبسلق الكرنب طبعا اول حاجه. انا مش عارفه ايه الكور اللي حاطينها دي والحاجات اللي حاطينها دي، بس اي حاجه بقى. العيال بقى بيتخانقوا الصغيرين عندي على الكور دي، مش عارفه يعني بصراحه بيخشوا بيها موسوعه جيمي ولا ايه، مش عارفه بصراحه. جبت الكرنبتين بتوعي، هما دول يا جماعه اللي خدتهم منه ب25. والقوطه ديت بيقول لي القوطه ب10 جنيه، احمدي ربنا ان انا اديهالك ب5. انا قلت بصراحه الاقيها بايظه ولا الاقيها مش حلوه، بس بصيت فيها. انا هوريها لكم دلوقتي، بصراحه جميله والله العظيم حلوه. الفلفل الالوان يا جماعه والله ب25 في كل حته، في كل حته، الا عند الراجل ده بصراحه. اهو زي ما انتم شايفين والله جميله جميله. وهعصرها قدامكم دلوقتي وهتشوفوها. زي ممكن يبقى فيها مثلا حته صغننه كده مش تمام، طبعا بتاخديها بالسكينه. بس يعني كهي بصراحه ممتازه يعني، بصراحه يجي منها والله. هي حته صغننه دي بس. انا بكلمكم وانا احنا لسه واكلين من شويه يا جماعه، والله خلصت يا جماعه. لسه مخلصين، وقلت ايه اقوم بقى ايه اعمل الفيديو ده، عشان بصراحه وحشتوني والله يا جماعه. الناس اللي لسه مكمله معايا ممكن لايكات كتير 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 كتير، لايكات ما تبخلوش عليا باللايك. واللي لسه ما اشتركش لحد دلوقتي يطلع فوق يعمل اشتراك، ويدوس على تفعيل الجرس. يلا يا عسل، يلا يا عسل بسرعه. ولايك بقى، لايكات لايكات وتعليقات بقى، عايزه بصوا لايكات وتعليقات قد كده. حطيت طبعا المية على النار زي ما انتوا شايفينها، وهبتدي اسلق في الكرومبة. اصعب مرحلة والله يا جماعة. عندي التسبيكة بتبقى سهلة، بس السلق بقى والتقطيع ده رخم. المفروض يتعمل لوحده في يوم، المفروض ما بعملهمش الاتنين في يوم واحد، الا اذا يعني عندي اكلي اللي هو ايه ببقى مرتاحة. في المية يا جماعة، في المية بتحطي شوية ملح وشوية كمون. الكمون اساسي عشان خاطر يبقى في قلب الكرنب ذات نفسه. طبعا المفروض المية بتسخن جامد، الملح والكمون والمية تسخن جامد. وتقعد تسلق بقى، كل ما تطلع بقى حبة تسلقي حبة، كل ما تطلع حبة تسلقي حبة.
لو لقيتش المية نقصت معاكي خالص من غير ما تخلصي السليق، زودي مية من الكتل. زودي شوية مية سخنين، بس اهم حاجة سخنين. طبعا بخلص الكرنب وبقعد بقى مع نفسي، اقعد اقطع في الكرنب. قطعت الخضرة والبصلاية زي ما انتوا شايفين اهو محضراها، وعصير الطماطم محضراه، ضربة قطي وضربة كل حاجة. والخضرة غسلاها وركناها على جنب، كل حاجة تبقى جاهزة عشان خاطر ما عطلش يا جماعة. عشان هخلص سليق كرنب، وطبعا هطلع بيه بره عشان ايه اقعد اقطعه. طب حضرنا حله وفيها شويه زيت، هنسيبها تقدح وهننزل بالبصل. طبعا انا ما كترش الزيت قوي لان انا معايا شوربه دسمه، معايا شوربه يا جماعه دسمه. البصل بقى خليته بقى عمال بصوا لحد ما يدبل معايا خالص خالص خالص. فكروا معايا يا جماعه كام يوم اللي جايين دول اكلات اعملها، عشان انا بصراحه يعني حاسه ان انا مش عارفه، زهقت من الاكل. زهقت من الاكل بقى. هو ممكن السمك اللي بقالي كتير طبعا ما عملتوش، بس برجح يعني ان انا اجيبه جاهز من بره. عندنا حلقة سمك في المنيب، تخش حلقة السمك وتنقي كل حاجة انت عايزاها وبتديها لواحد هناك بيعملها لك. تقعدي شوية بيسلمك كل حاجة جاهزة، كل حاجة. لو هتجيبي جمبري طبعا بتجيبي الحاجات بأسعار غير أي حتة. لو هتجيبي بقى جمبري ولا هتجيبي آه كابوريا ولا هتعملي سي فود ولا مشوي مقلي، اي انواع، بوري سنجاري، بصراحة بيبقى حلو قوي قوي والله يا جماعة. اللي هي بتاعت المنيب دي، الحلقة السمك بتاعت المنيب بصراحة تحفة. فبفكر كام يوم كده، احنا يعني لسه اول الشهر اهو، وان شاء الله بمشيئة ربنا بفكر ان شاء الله اعمل اكلة سمك كده حلو. بس مش هعملها في البيت، انا هروح معاكم هصور لكم في حلقة السمك وانا بنقي الحاجة والراجل بيعملها لي. لو عشنا يعني وكان لنا عمر ان شاء الله بمشيئة ربنا. طبعا أنا كل ده مستنية التسبيكة البصلاية. غسلت الرز بتاعي طبعا وركنته، وطلعت الكرنب بره. فرشت الملاية يا جماعة بقى، حضرت قلت عشان اول لما انزل الطماطم اقعد بقى بره ايه افضل اقطع الكرنبايه بتاعتي. فرشت ملاية على السجادة كده عشان طبعا مش هقدر اقف في المطبخ وهفضل واقفة بقى قبل لما لسه اقطع الكرنب. حضرت لي بقى فيلم حلو كده من اللي انا بحبهم بتوع الافلام بتوع زمان، وكوباية شاي، وقعدت بقى حطيت ملاية في الارض عشان خاطر ايه ما فيش حاجة تقع على السجادة. لسه غسلاهم بقى يا جماعة والله مش قادرة، ما عنديش استعداد اغسلهم تاني دلوقتي خالص. كفاية عليا الستائر كلها كام يوم وهبتدي فيها، وبعديها البطاطين، فخلاص صحتي يا جماعة خلاص. يا جماعة اللي لسه مشتركش لحد دلوقتي يلا يطلع فوق على الاشتراك وتفعيل الجرس وينزل على اللايك تحت. ما تنسوش اللايكات، وعايزة تعليق حلو كده بالله عليكم.
لسه مفاجأتنا مخلصتش، ولسه في مفاجأة تانية دلوقتي. انا قعدت كده بقى اهوت. لا لا، لسه ما قعدتش، لسه ما قعدتش. انا بصور لكم بس عشان هرجع لسه ايه، هحط عصير الطماطم. طبعا بتسلقيها نص سلقه، لان يعني بتكمل السوا بتاعها مع الايه، مع المحشي والرز. بعد ما هتلفي طبعا بتقعد لها بتاع نص ساعه على النار يا جماعه، فما ينفعش تبقى مهريه خالص عشان ما يتهريش والاكل ما يبقاش حلو. معلومه اهو، معلومه للبنات القطاقيط الصغننين. هنروح نشوف البصلايه دلوقتي بقى، عشان لو خلصت كده ننزل بقى، ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا. ساعات مش طول الوقت. ساعات بحط تنتوفة توم، بس بصراحة النهاردة ما رضيتش احط توم. ساعات يهفني الشوق كده، وساعات اقول لا مش هحط توم. هي ابتدت معايا خلاص اهوت، ابتدت خلاص تمام. زي ما انتوا شايفين قدامكم. هنا بقى بقول لليلى ايه، ليلى والنبي شوفي لي فيلم ايه قديم كده حلو. بحب الافلام اللي هي بتاعت ابيض واسود، وخصوصا لما ببقى قاعده بعمل حاجه بقى ايه وفرشه في الارض كده. احب اتفرج على افلام بقى شاديه، فاتن حمامه، الناس بتوع زمان دول. ماجدة، ليلى مراد. يعني بصراحه بعشقهم قوي الناس بتاعت زمان دي. كده خلاص هي بدأت تحمر. فالليلى بقى عماله ايه واقفه جنبي، ماما جبتلك فيلم حلو، جبتلك فيلم حلو. قلت لها الافلام القديمه اللي انا بحبها، قالت لي اه. قلت لها طب يا ليلى عماله بقى، تعالي شوفي، طب تعالي شوفي، تعالي شوفي الفيلم يا بنتي، خلاص كلها دقيقه وجايه. حاضر. فانا عايزه اخلص بقى عشان ايه، اروح اشوف الفيلم اللي هي جابتهولي. هل يا ترى هيطلع فيلم مين؟ لا بصراحه والله جابت لي فيلم حلو، جابت لي شاطئ الغرام بتاع ليلى مراد. وقعدت بقى قدامه. ما قمتش الا لما الفيلم خلص. كنت بدأت اقطع بقى لحد ما التسبيكة خلصت، وقمت رايحة قاعدة بقى قدامه وانا بحشي بقى. طبعا طول لما انا قاعدة بقى هم بصوا مطلعين عيني. هوريكم عملوا معايا ايه دلوقتي. طبعا ايه، مروان قاعد وليلى ومنجي، وبقى بصوا مش ساكتين بقى، مش ساكتين، عمالين ينكفوا في بعض، ينكفوا في بعض. يا ابني يرجيك يرجيك، مش ساكتين. انت قلت له مروان حبيبي، انا بص يا بابا، انت مش وراك دلوقتي ولا شغل ولا مشغله صح؟ قال لي اه. قلت له طب النهارده بقى ايه، اول الشهر، طب ايه يعني عايزه ايه يا ماما؟ قلت له انزل لي التموين. قال لي من اول الشهر كده؟ قلت له اه يلا بسرعه بسرعه، كده كده السكر خلص ومفيش رز، ويلا بقى وكمان الزيت ايه قرب بقى هو كمان. طبعا هنا حطيت الطماطم، ما حطيتش التوابل بتاعتي ولا حطيت اي حاجه، يعني التوابل والبهارات زي ما انا فهمتكم
في الاخر خالص خالص خالص. هغطيها وهتشوفوا دلوقتي بقى ايه. هقعد بقى. طبعا مش عارفه اصور لكم وانا بقطع البتاع، لان انا كنت لوحدي. كانت دنيا عندي طبعا في الدرس، وزياد في درس، والقطاقيتي الصغننين دول طبعا ما يعرفوش يصوروني. فانا طبعا ما كنتش هعرف ايه، لازم بايديا الاتنين. انا حطيت الملاية بتاعتي على الارض اهو. وجبت بقى الحاجه اللي ايه هقطع عليها، وسكنتي بقى والمصفى واللي فيها الكرومب. وحاطه تحتيها طبعا طبق عشان من اي ميه منها تنزل في قلب الطبق. اهو نص سوا. هبتدي اقطع بقى. وانا قاعده لقيت مروان بقى ربنا نفخ في صورته وقال لي خلاص ماشي انا هنزل اجيب لك التموين. قلت له يلا اجري بسرعه طير انت، واحنا اول الشهر كده قبل ما الحاجه ايه تتاخد. قال لي طيب ماشي خلاص تمام. راح بصراحه يعني الحمد لله ربنا يحميه ويحرسه. راح جاب لي الحاجه وجه. هنا بقى بصوا خلصته. اه والله قعدت بقى، انا معرفتش طبعا اصور زي ما انا قلت لكم، بس الحمد لله اللهم لك الحمد. اه بقى هنا مروان بقى طالع بيقول لي انا جبت لك التموين اهو. طب اصبر يا ابني يا ابني اركنه على جنب. قال لي لا شوفي كده ايه الحاجات ديت صح ولا لا. بصراحه انا ما قلتلوش، بس هو عارف الحاجه اللي ناقصه في البيت. قلت له بس اهم حاجه اتك معايا على السكر والزيت. وهو طبعا كان شايف ان انا لسه بعتها يجيب رز. بصوا بقى التموين اللي هو صورة ده. ايه التموين يا جماعه اللي بتاخدوه عندكم اسم الزيت اللي عندكم ايه؟ طبعا دوت الاسم ده جديد عن الشهر اللي فات. ده نوع الزيت اللي خدته النهارده. وشاهي دوت الرز. على فكرة جميل 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 جميل، والله العظيم في منتهى الجمال. بصوا الحباية حلوة قوي قوي ونضيف. واول مرة اجيبه على فكرة شاهي ده اول مرة، بس بصراحة شايفاه جميل قوي قوي. انا هبين لكم الحباية اهو. بصوا كاملة ازاي، مش مكسرة ولا فيها اي حاجة، وبيضة ومفهوش شوائب ولا في اي حاجة. وجاب لي السكر طبعا المعروف هو عند كل البلاد وكل الناس. وجاب لي مكرونة. طبعا قال لي اجيب لك سمنة، قلت له لا انا عندي. والتكيل على حاجات طبعا اساسية، رز ومكرونة والزيت والسكر. يعني السكر حرفيا الشهر ده يعني خرب بيتي، كل شوية سكر سكر سكر. فجاب لي بصراحة سكر كتير. مكرونة طبعا دي كلنا عارفينها، اللي هي حواء، حلوة طبعا مما لا شك فيه يعني.
طبعا انا كل ده بوريكم الحاجه والتسبيكه على النار. التسبيكه شغاله مع نفسها وسايباها خالص خالص، وحاجتي كلها متحضره، اللي هم هقلب كله على بعضه، والرز غسلاه وسايباه برضو يتصفى، يعني الحمد لله. المكرونه دي طبعا هتنفع مكرونه بشاميل فرن يعني. وده السكر يا جماعه، سكر بلدي او بلدنا، طبعا معروف يعني، كل اغلبيه البلاد بتجيبه، كل المناطق حلو طبعا، بنجيبه من زمان من سنين. بلدنا. طبعا انا رايحه جايه على التسبيكه، عماله اشوفها خلصت ولا لا، عشان ابتدي اقعد بقى ايه احشي. تعب تعب يا جماعه، اللي عايز يعمل محشي والله العظيم بجد يعمل تسبيكته في يوم، ويقطع الكرنب في يوم، ويسيبهم يعني ايه الاتنين في نفس اليوم، التسبيكه والكرنب، ويقعد يحشي بقى في يوم، في اليوم التاني وياكل. كفايه الاكل. يعني تعب جدا جدا جدا، تعب ان انا اقعد اعمل التسبيكه، واقعد اقطع، واقعد احشي. لا تعب تعب بجد. شوفوا الاكله بتاخد مننا وقت قد ايه، وبتتاكل في قد ايه، ولا 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط. فكل عروسه، كل سيده مقبله على الجواز ما تعمليش الاكله دي في نفس اليوم اللي هتاكليه فيها حضرتك. هتعمليها في اليوم اللي قبليها، هتتعبي، هتريحي تاني يوم يا دوبك هتقعدي تحشيها بس وتاكليها، هتبقي مرتاحة نص نص يعني. قلت له بقى تعالى يا ابني بقى شيل الحاجات دي تاني كده، يلا اقعد بقى عشان عايزة اشوف اللي ورايا بقى. حضرت توابلي كلها، كل التوابل اللي عندك، كل التوابل اللي عندك، وشوية ملح. طبعا ما كترتش الملح لان الشوربة اللي عندي متحدقة حدوق تمام، فما كترتش. وكل اللي عندك بقى طبعا تكتري من الكمون على قد ما تقدري، لان الكمون ده اساس المحشي. المحشي يعني كمون يا جماعه، المحشي يعني كمون. انا اعرف كمان ناس بتعصر ليمون على المحشي، بس انا بصراحه ما جربتهاش يعني، ما بعملهاش. الكمون طبعا حلو جدا المحشي، منه انه بيديله طعم حلو، ومنه ان هو بيساعد ان ما يبقاش فيه انتفاخ. بس كده كده يعني بنتنفخ يعني، الحمد لله بيبقى فيه انتفاخ برضه يعني، بس الحمد لله الحمد لله. اللي لسه مكمل معايا الفيديو يا جماعة، لايك كتير كتير كتير، وتعليق حلو، وممكن بعد اذنكم الاشتراك وتفعيل الجرس. هبتدي انزل بالصلصة بتاعتي. جبت صينية طبعا واسعة وحطيت عليها الحاجات دي كلها، عشان ايه اعرف اقلب براحتي خالص 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 خالص. الصينية دي يعني ايدي ورجلي يا جماعة في المطبخ، اللي هي الصغيرة دي مش الكبيرة. حطيت الطماطم، طبعا عشان بصور بايد وبقلب بايد، فانا متأيدة يا جماعة، متأيدة، معلش سامحوني سامحوني. طبعا بنزل بقى بالبهارات، بالخضرة بتاعتي، وبعديها الرز، وبقلب كله على بعضه. هتشوفوا دلوقتي احلى ما في المحشي
ان انت التسبيكه لوحدها وبعد ما بتقفلي عليها خالص بتحطي عليها كل حاجه. ما ينفعش ان احنا نحط يا جماعه التسبيكه على النار وعليها الخضره، هتبصي تلاقيها بتعمل ايه، بتتسبك معاها، بصوا بتتفرم معاها. لا، لكن بتبقى طاسه كده والطعم بيبقى حلو. جربوها والله العظيم يا جماعه. هحطها قدامكم دلوقتي، هننزل فوقيها. طبعا انا قفلت على النار، مفيش نور معايا خالص، هي بتطلع البخار بتاعها. احط الخضره وفوقيها الرز زي ما انتوا شايفين. ويا سلام بقى لو عندك نعناع وتحطي معلقه نعناع، يا سلام يا سلام يا سلام، بتبقى حاجه مهوله مهوله مهوله. جربوا النعناع مع الكرنب يا جماعه او مع المحشي، حاجه خرافه خرافه خرافه. شايفين التسبيكه القوطه اللي جايباها من الراجل والله حمرا ازاي وجميله، والله ربنا يبارك له والله يا جماعه، والله جميله جميله جميله. اوعى يا جماعه والنبي ما تعملوش لايكات، والله تعبت في الفيديو ده قوي والله عشان اجيبه لكم. فما ينفعش يعني ايه، ما تكبروش بخاطري. اجبروا بخاطري كده بقى ولايك. طبعا انا متأيدة عشان خاطر ماسكة التليفون، فمش عارفة اقلب براحتي، فبقلب على مهلي خالص عشان اعرف ايه اجيب لكم الموضوع تمام يعني، زي ما انتوا شايفين اهو. اول لما قلبت كده ما اقولكوش على الريحه بقى اللي طلعت. البهارات بتاعتي هعمل لكم حلقه قريب جدا لان خلاص هي قربت تخلص. هعمل لكم حلقه وانا رايحه بجيب التوابل بتاعتي منين. بصراحه تمام. نزلت بالرز، نزلت بالرز بتاعي، وحاجتي كلها جبتها جنبي، كل حاجتي. وابتدي بقى بصوا احشي بقى، اقعد بقى كده مع الفيلم اللي لسه مخلصش ها. انا وسطي اتقطم ايوه من قعدة الارض، بس يعني الحمد لله يعني، الحمد لله كله يهون عشان خاطر البلد والاولاد. يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه. ايه رايكم في فكره البلوك للناس اللي بتضايقك؟ والله العظيم بجد يعني ايه، ممكن انا يبقى عندي مثلا على يعني الناس عارفاهم، مش ناس مش معرفهمش، يعني الناس عارفاهم ووجودهم عندي مثلا في الاصدقاء بيضايقني، بحس ان هم بيبقوا موجودين عشان يعرفوا الاخبار يعني انتوا فاهميني. ايه رأيكم بقى في فكرة البلوك؟ عشان انا بصراحة يعني ايه، خلاص الواحد مبقاش قادر يعني يفضل ايه اسمها ايه، استنوا، يعافر مع ده ويعافر مع ده. فريح دماغك، اللي يضايقك اخلعه. اه والله العظيم اخلعه. طبعا انا بعد ما قلبت لقيتها ناقصه شويه صلصه، قلت لا احط شويه الصلصه ايه اللي عندي تاني. الحلو بقى في المحشي بقى في الخلطه بتاعته ان هي تبقى حمرا والخضره كتير. انا بقى مزاج عندي كده المحشي بتاعي الطماطم بتاعته كتيره والخضره كتير.
انا بعد ما اقلب هلاقي ان هو محتاج لسه خضره، هقوم رايحه نازله بيها. شايفين الشكل؟ شايفين بقى؟ ده غير الريحه بقى، غير التوابل بقى اللي انا حطاها عليه، مخليه الريحه مش قادره اقول لكم، مش قادره اقول لكم. لكل حبايبي اللي معايا على القناه، آه، ارجو منكم يعني يا جماعه، يعني تشتركوا لي في القناه، تكبروا لي القناه، كبروا لي القناه. يعني كل اللي بيحبني وكل اللي بيسمعني يكبر لي القناه، يعني اعملوا لي لايكات كتير كتير، لان اللايك بتاعك بيساعدني انا. لما انت بتعملي لايك عندي بيساعد ان ناس كتير بتشوفه. انت ممكن تتفرجي وتقولي يعني هو انا لما اعمل لها لايك ايه؟ لا والله بيساعدني، بيساعدني ان ناس كتير بتخش بتشوف الفيديو. لو كل واحد عمل لايك الفيديو هينتشر بسرعة وهيكبر بسرعة. عايزة بقى لايكات كتير كتير، طول ما انتوا قاعدين كده لايكات، كل يخش لايك يا جماعة. لو اول مرة تشوفوني، انا يوميات كف القمر، عايزاكم تشتركوا عندي في القناة، واهم حاجة تفعيل الجرس عشان هيوصلك كل حاجة انا بنزلها. كل ما بنزل حاجة هتجيلك لو عملت تفعيل جرس، هيجيلك اشعار طبعا وتخش القناة. لكن لو عملت اشتراك من غير تفعيل الجرس مش بيوصلك الاشعار. تسبيكتي خلاص جاهزة كده، هبتدي بقى اقعد بقى احشي بقى واخلص اللي ورايا. طبعا زي ما انا قلت لكم ما حطيتش ملح كتير، لان انا اصلا الشوربه اللي معايا متحدقه حلو. بصوا بقى انا هنا بقى ابتديت احشي. على فكرة اقول لكم على حاجة، انا ما بقاش ليا خلق طبعا، اللي عنده عيل غير الاثنين غير ثلاثة غير ان انت تبقى قاعدة عمالة تحشي عشان خاطر الاولاد خلاص ايه الوقت قد قذف يعني. جايين من الدروس بتاعتهم وعايزين طبعا ياكلوا. على فكرة انا حشيت في نفس الحلة اللي عملت فيها التسبيكة، بتبقى مطرحة تسبيكة وتمام وحلوة ومفيش اي مشكلة يعني معايا. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، الصوابع بتاعتي متوسطة ولا كبيرة ولا صغيرة. وانا بقى عمالة اخلص لاني خلاص دنيا وزياد جايين من الدروس، خلاص قربوا خلاص يخلصوا وجايين، فطبعا هيجوا من الدرس جعانين. الدروس عندنا يعني ما فيش راحة خالص، كل يوم كل يوم. ما فيش دراسة زي الأول طبعا في المدارس. الأولاد من ساعة المواجيع بتاعت الكورونا دي ما بقوش يروحوا كتير، فلازم يعني بيجوا من دروسهم. هنا طبعا خلاص قربت اهو اخلص، وهبتدي بقى ايه اجهز الشوربة بتاعتي اسخنها عشان خاطر ايه هي بردت. هبتدي بقى بعد ما اخلص خالص هبتدي اسقيها بقى واحطها على النار. الشوربة بتاعتي يا دوبك هتبقى على قدها بالظبط. طبعا انا في ورق اخضر كتير انا قطعته
ورميته، لان احنا مش بنحب الورق الاخضر كتير. هما كام واحدة اللي انتوا شايفينها قدامكم دول، لكن احنا العادي بتاعنا ان الورق الابيض اللي بنحبه. طبعا انا قمت حطيت الشوربة زي ما قلت لكم على النار، وفي نفس الوقت اهو، وفي نفس الوقت طبعا انا بخلص بقية الحل. يا جماعة قبل ما الفيديو يخلص، بالله عليكم اللي لسه ما اشتركش لحد دلوقتي يشترك. يوميات كف القمر. ولايكات كتير كتير كتير. انا نفسي الفيديو ده يوصل ل100 لايك. مش حلم كبير، مش حلم كبير يا جماعة، بس عايزة لايكات كتير كتير على قد ما تقدروا. واللي ما شافش الفيديو اللي نزلته ليلة راس السنة امبارح يشوفه يا جماعة، يا رب يعجبكم. يا رب بجد يعجبكم. طبعا عندي مروان ما بيحبش الكرنب، ما اعرفش. بصوا والله العظيم ما بيحبوش ابدا ابدا. يا ابني يهديك يرضيك، طب دوقه. طب يقول لي ابدا. يا ابني طب ايه اللي جرالك؟ مع ان كان بياكله وهو صغير، وهو صغير خالص كان بياكله، بس من ساعة اما جاب بتاع 7 8 سنين كده مفيش يا جماعة خالص، مش راضي يحطه في بقه خالص. ما اعرفش ليه. ممكن ياكل بتنجان، ياكل ورق العنب. طب المنظر ده بالله عليكم مش راضي يحطه في بقه ليه؟ انا مش عارفه. بص الصابع احمر وجميل ازاي. والصلصه بقى عايزه اقول لكم طالعه منه ايه. مش قادره اقول لكم. جميله جميله جميله. والله العظيم كان طعمه تحفه تحفه تحفه. وحياة لا اله الا الله حاجه كده يعني في منتهى الجمال. ألف هنا والشفا يعني للي كل، وألف هنا وشفا للي بيشوف، وألف هنا وشفا للي هيعمل محشي، ولكل الناس. طيب يا جماعة، مروان هنعمل فيه ايه يا ترى؟ يا هل ترى؟ تخيلوا بقى عملت ايه المروان. لا كان عندي رنجة، قمت عملتها له مخصوص والله. وسطي اتقطم وحياة ربنا، اقسم بالله تعبت يا جماعة، والله تعبت. اعمل ايه؟ قعد بقى هو ياكل رنجة، قلت اللي عايز يقعد معاه يقعد، وفول حراتي بقى وبصل وخس وايه. اللي عايز ياكل كده يا جماعة ياكل، واللي عايز ياكل كده ياكل. قمت عملت له الرنجايه بقى وهو قاعد الف هنا وشفا. البصل الاحمر الصغير ده عايز اقول لكم حاجه خرافه، وغرقتها له زيت زي ما بحبها، والف هنا وشفا. يلا